السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين وبخير وبسعادة يا رب. أفضل تحية للمنصة وكل أفرادها وأعضائها. بحييكم كلكم أصدقائي وصديقاتي، أهلي وناسي، مش هقول عشيرتي. بصراحة يعني انتوا أكتر من أهلي وناسي كمان. عشيرتي نوديكي تركيا. أنا قلت المرة اللي فاتت قصيدة ست الحسن، بس النهاردة هقولها وههديها لأم الشعراء، هقولها للي منورانا، للي ربنا يعني أتمنى كده يتمم عليها الشفاء وتفضل دايما في دنيتنا يا رب إن شاء الله، وما يحرمناش منها أبدا يا رب. يا ست الحسن وكفاية تملي عيوني من حسنك، أبات ساجد في محرابك، حفرت في مهجتي اسمك، نقشت في دنيتي رسمك، أتوه في السكة وارجع لك، أشوف الجنة في صبحك ويسكرني هوى عصرك، أغذي وريدي من نيلك وكحل عيني من ليلك، أغنيلك مواويلك، أعيش ليكي وأموت فيكي، يا أجمل ما رأت عيني، تعيشي يا بلدي وافديكي. معلش أتقل عليكم شوية. ممكن أقول نص أدبي بسيط كده، محاولة متواضعة يعني، باسم أو بعنوان فراشة. نكذب حين نظن أن التواصل بيننا ليس أكثر من تبادل عبارات الصباح والمساء. نكذب أكثر حين نصدق هذا الهراء. أخيرا نعي أن ما بين قلبينا وصل وتحمال أكبر من كل المعاني. لغة قلبينا مفرداتها الشعور والإحساس. بوصلتها موجهة إلينا مهما اختلفت الاتجاهات، تستشعر كل الإشارات. وهم النسيان، فأنا أبات ليلي أنتظر الصباح لأستقبل فراشاتي الحاملات أنفاسي،